التلات صوصات للمكرونة دول هم في رأيي أكتر تلاتة متنوعين ويليقوا جنب أكلات كتير جدا، وميزتهم برضو إنهم يعتبروا سهلين جدا. لما تشوفوا الفيديو قولولي في رأيكم إيه الأكلات اللي تليق جنب كل نوع منهم. لكل طبق هستخدم 100 جرام مكرونة نية، اللي هو في رأيي كفاية لشخص واحد. والمقادير اللي هقولها لكم على أساس ال 100 جرام دول: سلق المكرونة نفسه أكيد انتوا عارفينه، مية مغلية، حطيت فيها معلقة كبيرة ملح، بعد كده حطيت فيها المكرونة. كل دقيقة أو دقيقتين بس كنت بقلب المكرونة عشان أتأكد إن مفيش مكرونات منها لزقت في الحلة من تحت. درجة السوا بقى براحتكم، طلعوها لما تبقى الدنتي لو عايزينها ناشفة شوية، أو طلعوها لما تستوي بالكامل حسب ما بتحبوا. بس قبل ما صفيت المكرونة خدت منها شوية من المية اللي اتسلقت فيها. لو متابعيني هتبقوا عارفين أنا بعمل بيها إيه، لكن لو دي أول مرة تشوفولي فيديو مكرونة هتعرفوا بعد شوية. أول نوع بدأت بيه هو المكرونة بالصلصة الحمراء العادية خالص. دي عملتها بإني في طاسة على نار متوسطة سخنت شوية زيت زيتون، ممكن تستخدموا زيت عادي لو عايزين، وهرست عليه فص توم كبير، وقلبت ثواني بس لحد ما ريحة التوم ظهرت. بعدين حطيت عليهم معلقة كبيرة معجون طماطم، وقلبته برضو لحد ما داب في الزيت، وعليهم حطيت كوباية عصير طماطم متصفية من القشر والبذر. خففت ده بنص كوباية مية أو حسب تقل الصلصة بتاعتكم، وحوالي من معلقتين لتلاتة كبار بس من مية المكرونة. النشا اللي في المية دي هيساعد الصوص انه يلزق كويس على كل مكروناية. والتوابل اللي استخدمتها بقى كلها كانت نص معلقة صغيرة ملح، وربع معلقة صغيرة فلفل اسود، وشطة على حسب بتحبوها حراقة قد ايه، ونص معلقة صغيرة ريحان، وطبعا رشة سكر بس عشان الاسيديتي اللي في الطماطم الكتير دي. واكيد التوابل تغيروها زي ما تحبوا، والثوم كمان على فكرة ممكن تشيلوه لو مش عايزينه. دوقوها برضو في المرحلة دي عشان تظبطوا الملح والتوابل. الصلصة كده كان بقالها حوالي دقيقتين بتغلي وانا بعملها. كده كفاية، انا مش بسبكها للطبيخ. حطيت عليها المكرونة المسلوقة وبدأت اقلب. لو حاسين الصوص كان خفيف وانتوا بتقلبوا زودوا شوية مية مكرونة قليلين قوي وسيبوها تغلي اكتر، لكن لو عايزينها تخف زودوا مية عادية. بعد ما الصوص وصل للقوام اللي انا عايزه ولزق على المكرونة كويس كده بقت جاهزة. اللي بحبه في المكرونة اللي بالصلصة دي انها بيسك، بتليق على شبه كل حاجة وكل الناس بتحبها. بس في كتير برضو بيحبوا الوايت صوص، وده عملته باني على نار متوسطة سيحت معلقة كبيرة زبدة، وهرست فيها فص توم كبير، وقلبته برضو ثواني بس لحد ما ريحته ظهرت. بعدين حطيت معلقة كبيرة دقيق ودوبتها في الزبدة. وهنا بقى حطيت كوباية لبن اللي هو الحليب اللي مش من مصر، بس حطيتها على مراحل وانا بقلب. كل ما الصوص يمسك نفسه ازود شوية وكده. بالمناسبة الصوص اللي انتوا شايفينه ده اللي هو يعتبر بشاميل خفيف قوي من غير توابل، لو شلتوا منه التوم فممكن تعتبروه بديل لكريمة الطهي. مش نفس الطعم اكيد خالص، بس قريب من القوام وبيأدي الغرض. انا بقى اصلا زودت له ربع كوباية كريمة طهي. اللي بتعمله كريمة الطهي ان هي بتزود الدسامة بتاعت الصوص، والدسامة معناها كالوريز اكتر، بس في نفس الوقت طعم احلى واحساس كريمي كده من اسمها باين. تبلت كل ده بقى بنص معلقة صغيرة ملح، وربع معلقة صغيرة فلفل اسود او ابيض لو عندكوا عشان اللون، ونص معلقة صغيرة زعتر، ولو عايزين تقووا الطعم ممكن تزودوا مرقة كمان. قلبت ودقت عشان اظبط الملح، وبرضه لما بدأ يغلي ويتقل كده بقى جاهز ان احط فيه المكرونة المسلوقة. وزي اللي في الصلصة بالظبط، لو عايزينها تتقل سيبوها تغلي اكتر وحطوا شوية مية مكرونة، لو عايزينها تخف خففوها بمية. لما وصلت لقوام الصوص اللي انا عايزه وبقى ماسك كويس على المكرونة كده بقت جاهزة. المكرونة بالوايت صوص دي ميزتها ان طعمها مش قوي، فبرضه بتليق على اكلات كتير جدا، بس عشان كمان هي نفسها كريمي كده وسايحة فبتبقى تحفة برضه جنب الاكلات اللي بتكون ناشفة زي الستيك وكده. وده يجيبنا بقى لاخر نوع مكرونة هعمله، وهو المكرونة بالبينك صوص. نظريا البينك صوص ممكن يتعمل باني اخلط الريد صوص او الصلصة الحمراء اللي عملتها في الاول بالوايت صوص، وده ينفع جدا. بس لو عايزين طريقة اسرع واسهل فهوريكوا واحدة لذيذة كده. برضو بدأت في طاسة على نار متوسطة سخنت فيها شوية زيت زيتون، وهرست فيهم فص توم كبير وقلبته برضو ثواني لحد ما ريحته ظهرت بس. بعدين حطيت عليهم معلقتين كبار معجون طماطم، ودوبت معجون الطماطم ده في الزيت. خففتهم بكوباية مية، ولما معجون الطماطم داب كويس في المية وبقت صلصة كده حطيت عليها اللون الأبيض اللي هيخلي اللون الأحمر ده بينك، واللون ده جاي من نص كوباية كريمة طهي. في أول الفيديو قلتلكوا على البديل لو عايزين بديل ليها. قلبت الصوص وتبلته بنص معلقة صغيرة ملح، وربع معلقة صغيرة فلفل اسود، وربع معلقة صغيرة زعتر، وقدها ريحان،
وبدل الشطة حطيت تشيلي فليكس اللي هي الشطة اللي بتكون رقائق كده، بس عادي الشطة العادية تنفع، ولو مش عايزينها حراقة ما تحطوش خالص اصلا. كمان حطيت رشة سكر صغيرة علشان الطماطم. وبرضو الصوص ده كان بقاله دقيقتين بيغلي، فحطيت فيه على طول المكرونة المسلوقة وقلبت كويس. بس لاحظت وانا بخفف ان الصوص كان خفيف شوية ومش لازق كويس على كل مكروناية، فتقلته باني حطيت شوية صغيرين جدا من مية المكرونة وسبتهم يغلوا مع بعض شوية وانا بقلب. ولما الصوص وصل للقوام اللي انا عايزه ومسك كويس على المكرونة كده بقت جاهزة. النوع ده مش منتشر قوي بس يستاهل يتجرب، انا بحبه جدا خصوصا لما يبقى سبايسي بالشطة كده، وفي رأيي انه على فكرة برضو بيليق جنب اكل كتير. المهم ما تنسوش تقولولي شايفين كل نوع من الانواع دي يليق على اكل ايه. وطبعا لو لسه بتتفرجوا، شكرا جدا عشان بتتفرجوا للاخر.